بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم البنات. اليوم جبت لكم وصفة سهلة خفيفة اقتصادية ما فيهاش مكونات بزاف وتوجد بالخف. اليوم حنحضروا بيتزا بخبز التوست، حتجي خفيفة مقرمشة وتعجبكم كامل. ما تنسوش تجربوا الوصفة وتقولوا لي رايكم في التعليقات. نبدأ الآن بالمقادير. هنا في سنيوة نحط الخبز، تقدروا تستعملوا الخبز العادي ولا الخبز الكامل. نزيد عليه صلصة طماطم. بالنسبة لصلصة الطماطم راح نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف. هنايا نطليها كامل على الخبز. وراح نزيد من الفوق جبن مبشور. نستعمل جبن نابولي وجبن شيدر. تقدروا تستعملوا موزاريلا، يعني أي جبن متوفر عندكم تقدروا تستعملوه. هنا نزيد زيتون أخضر مقطع دوائر. تقدري تزيدي أي إضافات، بصل، تحبي تزيدي فلفل ألوان، يعني كما تحبي. هنا نزيد زيتون أسود، تحطيه كيما راه ولا تحبي تقطعيه قطع صغيرة. دوكا البيتزا تاعي راح ندخلها الفرن على نار متوسطة. كي تحمر لي من تحت راح نخرجها من الفرن. هنا هاي بعد ما تحمرت لي البيتزا، خذت اللون الذهبي. هنا راح نزيد لها تونة بالطماطم. تقدري تستعملي تونة بالزيت، يعني حسب الرغبة. نزيد لها هنايا شوية من الجبن المبشور. وراح نعاود ندخلها الفرن، نشعلها من الأعلى حتى يذوب الجبن. هنا هاي البيتزا تاعي بعد ما خرجت من الفرن، شوفوا جات ما شاء الله تشهي. هنا درت لها ورقة تاع معدنوس. أنا استعملت المايونيز للتزيين، تقدري تستعملي الكاتشب يعني وش حبيتي. هذه هي وصفة اليوم، إن شاء الله تكون نالت إعجابكم. ما تنسوش تدعموني باشتراك ولايك للفيديو وبارطاجيو الوصفة. مع السلامة.